ازيكم؟ انا ايليا امير ودي مراجعة شاومي ريدمي نوت 4. اول حاجة هنتكلم عليها التصميم بتاع الجهاز معدن بالكامل. من قدام هنلاقي سماعة المكالمات، جنبها الكاميرا والسنسور وكمان لمبة الاشعارات. ومن تحت في الشاشة هنلاقي الباك والهوم والريسنت ابس برا الشاشة. من ظهر الجهاز هنلاقي الكاميرا، تحتها الفلاش وتحتها سنسور البصمة وكمان لوجو شاومي. من فوق هنلاقي مدخل الهيدفون جاك مع الاي ار بلاستر اللي يخليك تتحكم في كل الاجهزة زي الريموت، وكمان مايك اضافي لعزل الضوضاء. من على اليمين هنلاقي زرار الباور مع زرارين التحكم بالصوت. من على الشمال هنلاقي برضه شريحة الاتصال مع الاس دي كارد. ومن تحت هنلاقي مدخل الشحن والسماعات والمايك. تاني حاجة هنتكلم عليها الشاشة 5.5 بوصة بزجاج IPS LCD بدقة 1920 في 1080 بكثافة 401 بكسل في كل بوصة، وده اللي هيديك ألوان كويسة جدا. والشاشة واخدة 72% من واجهة التليفون. بعد كده هنتكلم عن الأداء. التليفون بيجي ببروسيسور سناب دراجون 625 ثماني النواة بتردد 2.0 ومعالج رسومي ادرينو 506، وده طبعا اللي هيديك اداء كويس جدا مع الالعاب تقيلة زي اسفلت 8 وجي تي اي. وبعد كده هنتكلم عن التخزين بيبقى فيه نسختين من الجهاز. النسخة الاولى 32 جيجا مساحة داخلية مع 3 جيجا بايت رام، والنسخة التانية 64 جيجا مساحة داخلية مع 4 جيجا رام. الجهاز بيجي باندرويد مارشميلو وهيتحدث لنوجت، وكمان بيجي بواجهة MIUI 8 وهيتحدث برضو لMIUI 9. والواجهة دي معروف عنها انها سريعة جدا وعاملة زي الاندرويد الخام. بعد كده هنتكلم عن الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 بدقة 1920 في 1080، وهتديك أداء كويس جدا في النور وأداء مقبول في النور الضعيف. أما الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة برضه 2.0 ودقة 1080 بي، وهتديك أداء كويس جدا في النور وأداء مقبول في النور الضعيف. وكمان بيجي ببطارية 4100 ملي أمبير، وكده هتكمل يومك عادي جدا، وممكن كمان يكمل اليوم تاني. والتليفون بيدعم سنسور الجيروسكوب اللي تقدر تستخدمه بالنضارة انك تعيش في الواقع الافتراضي. وفي مشكلة ظهرت في شاشة التليفون اللي هي الديب بيكسل، اللي هي بتبقى بكسلات ميتة، ودي بتبقى عبارة عن نقط بيضة مبتبقاش شغالة. ده بتوديه للتوكيل وعلى طول بيبدأ. بس ده كان كل حاجة عن التليفون. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان كل الناس تشوف الفيديو، وتشترك من الدورية الحلوة دي وتشوف الفيديوهات اللي قبل كده. سلام.